ديل الرفاق الاستقبال، ديل رفاق الاستقبال، ديل رفاق الاستقبال، ديل رفاق الاستقبال. وصل الجديد، وصل الجديد، وصل الجديد، وصل الجديد. ديل رفاق الاستقبال، وصل الجديد. ديل رفاق الاستقبال، ديل رفاق الاستقبال، ديل متحرك الجديد. شغل جديد كرت، شايفين يا جديد؟ شغل جديد كرت. الحمد لله على السلامة يا جنرال، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة إن شاء الله، الحمد لله على السلامة. ما ينوم، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة إن شاء الله، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. جديد وصل، جديد عمره ما خاب. جنجويد عافية لكم. سيد 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 قبل ما نجيك. سيد يا جنجويد، شايفين الجديد الوصل ده؟ شايفين الجديد الوصل ده؟ سيد 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 يا جنجويد. مشتركة فوق، مشتركة فوق، مشتركة فوق، مشتركة فوق، مشتركة فوق، مشتركة فوق. الحمد لله على ساعتك، الحمد لله، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. ما ينوم إن شاء الله، ما ينوم. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. ما ينوم إن شاء الله، ما ينوم، ما ينوم، ما ينوم. شايفين الجديد؟ وصل الجديد ولسه باقي الورا، لسه ده البداية بس، ده البداية بس. ما ينوم. الآن الوضع الميداني خلال الساعات الماضية في السودان. أول رمضان غارات في الفاشر وتقدم للجيش بالخرطوم وتطورات بشرق النيل. في الساعات الأولى من صباح السبت نفذ طيران الجيش السوداني غارات جوية على عدة مواقع داخل مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأدت هذه الغارات لذوي انفجارات عالية سماع السكان المحليون، ما يشير لتصعيد واضح في العمليات العسكرية في منطقة شمال دارفور. أما في الخرطوم فتستمر قوات الجيش في التقدم في محور سوبا، حيث تسير نحو الأحياء الشمالية، والقوات تقترب من أحياء النصر والأحياء القريبة من جسر المنشية، وذلك في خطوة استراتيجية مهمة. لا تزال قوات الدعم تتحصن في منطقة جسر المنشية ومحيطها، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري بالمدينة. أما في شرق النيل تواصل القوات الأمنية عملياتها، حيث تعد منطقة حلة كوكو واحدة من البؤر الساخنة في هذه المنطقة، حيث تقع بالقرب من كافور التي بسط الجيش السوداني سيطرته عليها مؤخرا. يتواجد أيضا عناصر من قوات الدعم، وذلك في محيط هذه المناطق، مما يدل على الازدحام العسكري الذي تشهده هذه المنطقة. التحركات في غرب أم درمان لا يمكن إغفال النشاط المستمر في غرب أم درمان، حيث تظل أحياء مثل المربعات وأم ومدينة النخيل، حيث تظل مسرحا لعمليات القوات المتنافسة. الجيش السوداني قد نفذ تحركات واسعة في هذه المحاور خلال الأيام الماضية. أما في وسط الخرطوم تحيط العمليات العسكرية أيضا بوسط الخرطوم، وبالتحديد في المنطقة التجارية الكبرى. هذا الانتشار ملحوظ لقوات الشجرة وسلاح المدرعات، مما يعتبر إشارة على ارتفاع وتيرة الصراع في هذه المنطقة. الأحياء الجنوبية مثل السجانة والديوم وحي الزهور والأحياء المحيطة بالصحافة، حيث تأثرت جميعها، حيث تواصل القوات العسكرية التحرك وتحصين مواقعها، مما يعقد البنية التحتية والأمنية في السودان. الوضع العسكري في السودان يتسم بالصعوبة والتعقيد، حيث تسعى القوى المختلفة لتحقيق السيطرة على المناطق الاستراتيجية. الجيش يكشف سبب رفض حميتي تبديل العملة، ضبط مكنة طباعة العملة وكمية من العملات المزورة بسوق الشرق. ضبطت قوات العمل الخاص بقيادة قوات الاحتياط المركزي بالقوات المسلحة مكنة لطباعة العملة لخلية من سودانيين ومرتزقة لتزوير العملة في منطقة سوب الشرق، وكانت تعمل هذه طابعة لطباعة العملات السودانية والأجنبية، ويتم عن طريق هذه العملات المزورة صرف رواتب المتمردين، وهو ما يوضح رفض الميليشيا لقرارات وإجراءات تغيير العملة السودانية. وأعلنت القوات المسلحة عبر صفحتها الرسمية عن ضبط قوات العمل الخاص وقوات الاحتياط خلية تضم سودانيين وأجانب تتبع لميليشيا الدقلو بحوزة ماكينات طباعة حديثة. وأضافت كما ضبطت عملات أجنبية وخام جاهز للطباعة، ولفتت إلى أن هذا ما يفسر رفض الميليشيا داعميها تغيير العملة التي نفذته الدولة، بعد أن أبلى بلاء حسن في معركة سوبا محاصرته في قسم شرطة سوبا شرق ب7 عربات قتالية هدية خاصة من البرهان لكيكل. قدم اللواء أبو عاقل كيكل قائد درع السودان منذ انسلاخه من الدعم وانضمامه للجيش في أكتوبر من العام الماضي بطولات نادرة،
وكان سهمه واضحا وظاهرا للعيان وهو قواته المتحالفة مع الجيش في حرب الكرامة. وكان دوره في معركة شرق الجزيرة لا تخطيه العين من معارك أم القرى حتى تحرير مدني وتحرير شرق الجزيرة بأكملها. وكانت معركة سوبا الشرق واستلام الكبري ملحمة أخرى بطولات نادرة سجلها درع السودان بقيادة كيكل. هذا ولكل ما سبق وغيره أهدى رئيس مجلس السيادة القائد العام للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيارة مصفحة وذلك نظير سبسالي في منطقة سوبا الشرق. وكانت قوات الدعم قد حاصرت كيكل يوم تحريره لكبرى سوبا داخل قسم شرطة سوبا بأكثر من 7 عربات قتالية. وقاتل بضراوة وثبات ما دفع البرهان بأن يهديه مصفحة أخرى بعد تدمير مصفحته في قسم شرق سوبا. إلى هنا انتهى الخبر الرئيسي. أما الآن ننتقل بكم إلى قراءة عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح اليوم الأحد 2 مارس 2025. البرهان يمنح كيكل هدية قيمة بعد محاصرته في سوبا. المتحدث تجمع قوة تحرير السودان لن يدمج قواته في الدعم. المسيرات تستهدف عدد من المواقع بمدينة الفاشر. الدعم قواتنا في أفضل حالاتها من حيث التسليح وسنقاتل إلى ما لا نهاية. مستشار حميدتي يعلن تحقيق انتصار كبير على متحرك الصياد للجيش. الكشف عن ملامح رئيس وزراء السودان الجديد. الجيش السوداني يقصف مواقع في الخرطوم وشمال الأبيض. مصر ترفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمنها. الدعم يفتتح معسكر تدريب في مواقع الحركة الشعبية بإقليم النيل الأزرق. الوضع الميداني في الخرطوم يشهد تطور كبير خلال الساعات الماضية. بالفيديو الجيش السوداني يستولي على نظام تشويش إلكتروني في قلب الخرطوم. الإمارات تجدد دعوتها للأطراف السودانية لإعلان هدنة إنسانية خلال شهر رمضان. البرهان يصدر قرارا بتعيين هارون وزيرا جديدا. رمضان العمامرة تحت المجهر كيف أثارت تصريحاته ردود فعل سلبية في الساحة السياسية السودانية. مصادرة 5 شاحنات تجارية في شرق دارفور بتهمة تهريب المحاصيل الزراعية. في رسالة خطيرة رياك مشار يحذر ويناشد سلفا كير اجتماع عاجل لمناقشة الأوضاع الأمنية المدهورة. مروي تحت القصف طائرات مسيرة للدعم تستهدف أهداف مهمة. وجدي صالح يوجه انتقادات حادة حول تصريحات رمضان العمامرة. الجيش يحقق تقدم ملحوظ نحو مطار الخرطوم وسط مواجهات شرسة في كردفان. بكر فيصل يرد على تصريحات رمضان العمامرة. خالد سليك يستغرب من تصريحات المبعوث الأممي للسودان. مناوي يعلن تدمير شاحنات محملة بالصواريخ بطريقها للفاشر والخرطوم. الجيش يستهدف مواقع بالقرب من مطار الخرطوم الدولي. احتدام معارك مدينة الفاشر وسط انتصار كبير للجيش المشتركة. الجيش يعلن التقدم في كافة المحاور بالعاصمة الخرطوم. الكويت تعلن موقفها من الحكومة الموازية في السودان. قطر تدعو لتجنيب السودان خطر التقسيم. رمضان 2025 مشاهدة مسلسل دروب العودة الحلقة الأولى. شركة زين للاتصالات توقع اتفاقية شراكة لتعزيز التوعية بمخاطر الألغام والذخائر. الصيام في السودان يقين. والي النيل الأبيض يعلن تعديل موعد حظر التجول بالتزامن مع رمضان تفاصيل القرار الجديد. بالفيديو والصور قصة مسلسل دروب العودة ضمن مسلسلات رمضان 2025 في السودان. وفاة والي ولاية البحر الأحمر السابق. رسميا تعرف على فدية الإفطار في رمضان إفطار صيام اليوم الواحد 2025 في السودان. خروج شبكة زين على الخدمة في 4 ولايات سودانية. بالأرقام تقلبات أسعار السلع في أم درمان مع بداية شهر رمضان. مجمع الفقه الإسلامي يوضح بشأن زكاة الفطر 2025 في السودان. سير تحويل الجنيه السوداني مقابل المصري السبت الأول من مارس 2025. سعر الدولار في السودان السبت الأول من مارس وأسعار العملات مقابل الجنيه السوداني. السودان تحديد مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان المعظم. وزارة المالية تعلن موعد بدء استبدال العملة بولاية الخرطوم. خروج محطة كهرباء محلية مروي التحويلية على الخدمة. تعافي قطاع الذهب في السودان وتسرب نصف الإنتاج. غرفة طوارئ الجريف غرب تكشف عن عمليات نهب لمواد الإفطار في بداية شهر رمضان.
سفارة جمهورية السودان في القاهرة تعلن تعديل مواعيد العمل خلال شهر رمضان. ضبط أجانب يزورون العملات لصالح الدعم في شرق الخرطوم. توقف المطابخ الخيرية في مايو وعد حسين واقتحام ونهب لمنازل أعضاء غرفة الطوارئ واعتقال نائب مدير مستشفى. شبكة مدنية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. السودان تحول لساحة حرب لأجندات دولية متنافسة. 51.7 فقط تدني نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بالقضارف يثير القلق. أنشيلوتي الخسارة من بيتيس جرس إنذار. كأس الاتحاد الإنجليزي السيتي ينجو من فخ بليموس ويبلغ ربع النهائي. الدوري الإسباني ريال مدريد خسارة واشتباك. نابولي يلحق بالإنتر متعادلا في قمة الدوري الإيطالي. البوندسليغا دورتموند ينعش أماله الأوروبية بثنائية جراسي وأديمي. لا ليغا جيرونا يتعادل مع سيلتا فيغو. وفليك برشلونة فاق التوقعات بقتاله على 3 جبهات قتالية. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بخير وأمان الله.